النهارده هنعمل مع بعض بسكويت جوز الهند. عايزه اقول لكم بسكوت جوز الهند ده بيبقى ريحته جميله جدا وطعمه مميز خالص، وهقول لك على كل التفاصيل اللي تطلع معاك البسكوت ناجح بالشكل ده وحلو جدا والتسويه المظبوطه وكل حاجه. بصوا ده مقدار كيلو دقيق واحد بس، يعني كيلو دقيق طلع ليا كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي من كيلو دقيق واحد بس. عايزه اوريكم شكل البسكوته من ورا ومن قدام. شوفوا البسكوته حلوه جدا، وهوريكم قد ايه هي دايبه وهشه جدا. شوفوا، بصوا انا هوريها لكم الاول في الشاي. بصوا تاني، شوفوا البسكوته دايبه خالص. شوفوا البسكوت دايب خالص، يعني بتحطيه في الشاي بيدوب دوب. هنعمل مقادير كيلو دقيق واحد بس. ده كيلو دقيق، ودي كوبايه من جوز الهند. دي كوبايه جوز الهند ناعمه خالص، يعني انت بتجيبيها ناعمه بالشكل ده، يا اما بتطحنيها في الكبه وتبقى ناعمه خالص بالشكل ده. دي كوبايه من جوز الهند. ومعايا هنا ريحه جوز الهند، دي ازازه ريحه جوز الهند برضو هنحطها معانا. ومعايا هنا 5 بيضات، ولو بيض صغير هيبقوا 6 بيضات، لكن ده بيض كبير. البيض اللي هو اللي بيتباع في السوبر ماركت دول 5 بيضات. وكيس من الفانيليا. حاجة على البيض هحط جوز الهند، ريحة جوز الهند. انا حطيت كده ريحة جوز الهند، واحط باكت الفانيليا. احنا هنكمل باقي المقادير واحنا شغالين. واحط باكت من الفانيليا. هحط كوبايتين من السكر على البيض. هحط كوبايتين. السكر ده سكر عادي حبيبات، لو حابه تحطيه سكر مطحون مفيش مشكله، بس احنا هنضربهم في الخلاط، فعادي مفيش مشكله ان احنا نحط سكر حبيبات وهو هيدوب في الخلاط. فانا هحط كوبايتين من السكر، يبقى كده كوبايتين من السكر. لو حابه تقللي السكر مفيش مشكله قلليه. وطبعا الدقيق ده كيلو من الدقيق عباره عن 7 كوبايات من المج دي الدقيق لو ما عندكيش ميزان. بعد ما حطيت طبعا السكر والبيض بشيل الدقيق ده كده على جنب، هو جوز الهند كده. وبعدين باخد دول احطهم في الخلاط. انا حطيت كله في الخلاط كده وهضربهم. ومعايا هناخد كوبايه من السمنه، هنحطها بس بعد ما اضرب شويه البيض والسكر عشان يدوب معايا. بعد كده بعد ما السكر داب معايا هحط كوبايه السمنه. بعد ما ضربتهم مع بعض كده في الخلاط برجعهم تاني هنا. ده القوام بتاعه. شوفوا السكر دايب معايا. بعد كده بجيب في نفس الكوبايه اللي كان فيها السمنه نص كوبايه من الحليب. ماشي. هحط معلقه ممسوحه من النشادر، معلقه ممسوحه مش معلقه هرميه. واقلبها كده. اول ما النشادر يعمل معايا فوران بالشكل ده، شوفوا الكوبايه عامله معايا فوران ازاي، كده النشادر تمام معايا خالص. شوفوا بصوا كده النشادر مظبوطه معايا وحلوه جدا. هبتدي احطها على طول كده. شيل المعالق دي بقى كده. وهنبتدي بقى نشتغل بالمضرب اليدوي والسلك العادي. وهحط معلقه كبيره من البيكنج باودر على الدقيق. هحط جوز الهند ده هنا، كوبايه الجوز الهند.
وبعدين بقى هنزل بالدقيق. هنبتدي بقى نعجن بايدينا. هو البسكوت ما بيتعجنش، احنا مجرد ان احنا بنخلط بس المكونات مع بعضها والدقيق يختفي بس، يعني بنقلب تقليب فيه. حطيت كيلو الدقيق كله. بيشرب سوائل كتير وفي دي لا، بس انا حاسه ان العجينه طريه شويه فهحط لها معلقه كمان من الدقيق. بصوا ايديا دي طبعا لازم هتبقى ملزقه. طب انا عايزه اشوف العجينه هي كويسه ولا ايه اخبارها، محتاجه دقيق مش محتاجه، بمسكها بايدي التانيه دي اللي هي مش ملزقه وامسكها كده واشوفها. لو لقيتها بالشكل ده كده، بصوا قوامها ولا هي طريه ولا هي ناشفه، ده القوام اللي هيتعمل معانا في المكنه. يبقى ايه كده العجينه تمام كده، مش محتاجه اي حاجه ولا محتاجه دقيق ولا محتاجه اي حاجه معايا، كده تمام جدا العجينه. بسويها كده وبسيب العجينه تستريح شويه وهنرجع نشتغل فيها على طول. ده القمع اللي هنشتغل بيه، اللي هنركبه في المكن. بدهن الصواني بالسمنة بالشكل ده كده وابتدي اشتغل على طول. بصوا على فكرة العجينة بتبقى ناشفة شوية، شوف الرسمة طالعة واضحة ازاي. برص في الصواني بالشكل ده. بعد الصواني كلها بالشكل اللي انا وريته لكم ده، شوفوا الرسمة واضحة وجميلة جدا، وهنخبزه وبرضه هتطلع الرسمة معانا واضحة وجميلة جدا. وبنسويه على درجة حرارة 140، يعني نار هادية، وبيطلع معانا بالشكل ده مستوي من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفينه كده. عايزه اوريكم شكل البسكوت من قريب، الرسمه واضحه حلوه جدا ازاي وشكله رهيب بجد. دي البسكوته شوفوا، دايبه دوب وهشه جدا من جوه، شوفوا. عايزه اوريكم، هقرب الكاميرا بس هوريكم قد ايه الاول البسكوته دايبه، شوفوا. البسكوت